رغم كل ده ولا لون من دول كان بالنسبة لي مرضي، لكن في الرحلة طلعت بكنز معلومات ممكن يدلني على الطريق. وبعد ليالي من البحث وأيام من الفرجة والقراية، سهر وتفكير، كل ده عشان نطلع بخطة هدفها إني ألون أو أوصل لجسم أسود لما أقيس عدد اللومنز اللي هيطلع منه يكون صفر. وعشان اللومن يكون صفر لازم الضوء اللي هيتصدر على الجسم الأسود ده يمتص بشكل كامل بنسبة 100%. ومفيش أي حاجة في الكون بتمتص الضوء كله غير الثقب الأسود. طب يا ترى هعمل إيه؟ هل لما أخلط ألوان مع بعض بدرجات مختلفة وفيها جسيمات صغيرة بحجم النانو مثلا تقدر تمتص كل الضوء من غير ما تعكس أي حاجة؟ طب لو سيطرت على الضوء ومشيته في متاهة ما يطلعش منها هيحصل إيه؟ معلومة فوق معلومة، لون ورا لون، إيد على إيد، وفكرة بعد فكرة، وصلت لاستنتاج هو طول الوقت قدام عيني بس ما كنتش شايفه. حل من وجهة نظري فعال، وهسيب الحكم ليكم انتوا عشان تقولولي هو نجح ولا لا. ودلوقتي جت اللحظة اللي هثبت لكم فيها ان اللون الاسود بتاعنا تقدروا انتوا كمان تعملوه، وهثبت لكم باللي احنا لسه شارحينه ان هو اسود حاجة نقدر نوصلها في حياتنا. طبعا بعينيك باين الفرق، بس عشان ما تقولش ان هي مونتاج، هادي الموبايل اللي هنقيس بيه كل لون من دول بيرد عندي كام وحدة. لما باجي اعرضه للون الاسود اللي عندنا في البيت عادي جدا، النتيجة عندي هنلاقيها 215 13 14. لكن اللون الاسود اللي موجود على الانترنت هنلاقي ان النتيجة بتاعته 89. لكن لما نيجي على اللون الاسود اللي احنا عاملينه ونيجي نقيس نشوف هيطلع كام وحدة ضوء. جاهزين عشان اللحظة اللي هنثبت فيها ان كلامنا حقيقي؟ 3 2 1. صفر. ممكن يكون لسه مش مصدقني، هكشف لك ده دلوقتي. هتعرفوا ازاي ممكن تعملوا اسود لون في العالم. شايفين الليزر هنا بيرد ازاي؟ شايفين هنا هو نقطة صغيرة ازاي؟ لكن هنا هو ابتلع الضوء زيه زي الثقب الاسود. المبهر عن كده ان انا بمجرد ما بحط فيه الليزر نفسه بيخش جواه الثقب الاسود. طب لو قدرت بشكل ما ان انا ادخل الضوء في متاهه ما يطلعش منها، هل ساعتها هيطلع عندي اسود لون؟ لان في الاخر هو لون جوه بوكس كبير اسود يقدر يشفط اي حاجه موجوده قصاده زي الثقب الاسود بالظبط.